السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي. معايا النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الثالثة، وهو عن الحياة الاقتصادية في عصر الدولة الإسلامية. يعني هيتكلم عن عصر الدولة الإسلامية، كان الاقتصاد فيها عبارة عن ايه، وكانوا بيشتغلوا في ايه، وبيتاجروا في ايه، وبيزرعوا، وكل حاجة خاصة بالاقتصاد. أول حاجة عندي بيتكلم عن بيت المال في عهد الدولة الإسلامية. بيت المال عندي يعني ايه؟ يعني ديوان بيختص بجمع إيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات اللي بيحتاجها. يعني ايه؟ يعني هو بيت مال المسلمين بيبقى مكان بيختص بجمع الإيرادات بتاعة الدولة، يعني أي مصروفات بتدخل الدولة، وأي انفاقات في أي مجالات اللي بيحتاج إليها طبعا المجتمع، سواء في مجالات دينية زي بناء مساجد، سواء في مجالات زراعية، سواء في مجالات صناعية. أي مجال بيحتاج إنه يبقى فيه نفقات بياخدوا من بيت المال. طيب لما نبص هنا بقى على بيت المال كان في عهد مين؟ الخليفة عمر بن الخطاب. طيب لما يقول لي اتسعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حدود الدولة الإسلامية، ايه النتائج اللي ترتبت على ان الدولة الإسلامية في عهده اتسعت؟ أول حاجة عندي تعددت إيرادات ومصروفات الدولة، يعني الإيرادات والمصروفات اللي في الدولة بقت متعددة من مصادر مختلفة. كمان قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإنشاء ديوان اسمه بيت مال المسلمين، اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه وبنعرفه هو ايه. إنشاء بيت المال، وهو يشبه وزارة المالية حاليا يا ولاد، يعني زي وزارة المالية عندنا دلوقتي بتنفق على شتى مجالات الدولة، وبيدخل فيها إيرادات من الدولة وهكذا. كمان استمر ديوان بيت المال في عهد مين؟ في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، كان مستمر فيهم برضو بيت المال والمصروفات اللي بتدخل فيه والمصروفات اللي بتخرج منه، كان هو المسؤول عن الأموال في الدولة. وكمان برضو ظهر في عهد الدول المستقلة اللي ظهرت في مصر، زي الدولة الإخشيدية والدولة الطولونية وهكذا. طيب يوجد برضو بسبب ان اتسعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية، كمان كان بيوجد بيت المال الرئيسي في مقر الخلافة، يعني كان عاملين بيت مال رئيسي كان بيبقى مكانه مقر الخلافة. مكان مقر الخلافة ما بيكون موجود معاه بيت المال الرئيسي، وكان في كل ولاية برضو بيبقى بيت مال خاص بيها. يبقى نراجع تاني مع بعض. الخليفة عمر بن الخطاب اتسعت حدود الدولة الإسلامية في عهده، وايه النتائج اللي ترتبت على الكلام ده؟ ان هو تعددت ايرادات ومصروفات الدولة، قام بإنشاء بيت مال المسلمين، استمر بيت المال في عهد الدول الأموية والعباسية والمستقلة. كمان كان بيوجد بيت المال الرئيسي في مقر الخلافة، وفي كل ولاية يوجد بيت مال خاص بيها. طيب ايرادات ومصروفات بيت المال المسلمين ديت عبارة عن ايه؟ يعني كان بيبقى فيها ايه؟ اول حاجة ايرادات اللي داخله بيت مال المسلمين كانت من الزكاة، وكانت من المكوس يا ولاد اللي هي الضرائب والصدقات. يبقى الفلوس اللي كانت بتدخل بيت مال المسلمين كانت عبارة عن 3 اتجاهات. اول حاجة من الزكاة، تاني حاجة من الضرائب اللي بيجمعوها، تالت حاجة من الصدقات والتبرعات اللي الأغنياء بيتصدقوا بيها. طيب المصروفات بقى كانت بتخرج في ايه؟ يعني زي ما قلنا ايرادات ونفقات الدولة. احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايرادات الدولة كانت بتدخل بيت المال عن طريق ايه. طيب المصروفات بقى هتكلم عنها. المصروفات بتاعة بيت المال، او بصرف الفلوس اللي في بيت المال على اتجاهات ايه، او في اي انحاء. اول حاجة نفقات الخليفة والولاة والقضاة. نفقات الخليفة اللي هي يعني زي الراتب بتاع الخليفة والولاة والقضاة. كمان الانفاق على الفقراء، يعني بينفق منه على الفقراء والمحتاجين اللي هم ما عندهمش اي دخل. كمان رواتب الجنود والموظفين، بقدر اصرف على اطلع رواتب من الجنود، رواتب الجنود والموظفين من خلال بيت المال. وكمان اقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة، لو في مشروعات اقتصادية هتدخل داخل للبلد او للدولة ايا كانت هي المشروعات صغيرة او كبيرة، برضو بياخدوها من بيت المال. كمان
الإنفاق على مصالح المسلمين، يعني بينفقوا على مصالح المسلمين، سواء المصالح دي دينية زي إنشاء مساجد، سواء مصالح تعليمية زي المدارس، أو صحية زي مستشفيات ودور رعاية صحية. طيب، يبقى احنا عرفنا كده إيرادات الدولة من بيت المال ايه هي، ومصروفات بيت المال بيصرف فين الفلوس اللي بتبقى موجودة. بيصرف على نفقات الخليفة والولاة، نراجع مع بعض، والإنفاق على الفقراء، والإنفاق على مصالح المسلمين مثل إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات، كمان رواتب الجنود، وإقامة مشروعات اقتصادية في الدولة. طيب، لما نبص بقى لوزارة المالية بقى دلوقتي عندنا في العصر الحديث، هنقول إن مسؤولياتها يا ولاد بتتمثل في إيه؟ إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة، وده طبعا كلام كبير عليكم شوية، بس نفهم منه ان هو اي مشروعات الدولة بتحتاج ان هي تعملها، زي مصانع، شركات خاصة بالدولة، بتعمل لها موازنة عامة، يعني بتعمل لها زي تعداد كده، ايه المصروفات اللي هتحتاجها، هل ايراداتها هتبقى قد ايه، المشروع هيخلص في وقت قد ايه، وهكذا. بيعملوا حاجة اسمها إعداد مشروعات الموازنة من خلال وزارة المالية علشان يعرفوا نفقاتها هتبقى قد إيه. كمان المشاركة في تنظيم استخدام الموارد المالية علشان يمولوا برامج التنمية في الدولة. هيشاركوا في تنظيم استخدام الموارد علشان يمولوا أي برامج تنموية في البلد، سواء كانت مساجد، سواء كانت قرى بينموا فيها، سواء كانت مصانع، دور رعاية مسنين، أيا كان المشروعات القومية اللي بتتعمل في الدولة، برضو هيبقى من ضمنها بيمولها مين؟ وزارة المالية. طيب، لما اجي هنا بقى للنقطة بتاعة الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية، ايه هي الأنشطة الاقتصادية اللي في الدولة الإسلامية يا ولاد؟ هقول ان المسلمين اهتموا طبعا بمجالات كتيرة زي الزراعة والصناعة والتجارة. احنا عرفنا ان بيت المال عفوا عرفنا ان بيت المال كانت الفلوس بتدخله منين وكانت بتتصرف في ايه. طب ايه المشروعات دلوقتي اللي هم كانوا بيعملوها بقى؟ كان عندهم مشروعات في الزراعة وبيطوروا فيها، وهنشوف مع بعض دلوقتي ايه هي اللي عملوه في الزراعة. اولا، استطاع المسلمون النهوض بالزراعة يا ولاد. ايه الدليل على الكلام الجميل دوت؟ هم استطاعوا ان هم ينهضوا بالزراعة، واستطاعوا ان هم يطوروا في مجالات الزراعة تطور كبير جدا. هنشوف دلوقتي مع بعض عملوا فيها ايه. اول حاجة، شق الترع وحفر القنوات وانشاء الجسور. حلو جدا الكلام ده. يعني عملوا شق للترع علشان تروي مياه الزراعة، تروي الاراضي الزراعية، او تصرف مياه الاراضي الزراعية الزائدة عن الحاجة. وكمان حفر القنوات وانشاء الجسور. تاني حاجة يا ولاد، استصلاح الأراضي وزراعتها. يعني في أراضي عندنا ما كانتش صالحة أبدا للزراعة، ولا ينفع ان هي تتزرع، لأنها مثلا أراضي بور، أراضي صحراوية ما تصلحش للزراعة. فبالتالي عملوا فيها ايه؟ بدأوا ان هم يستصلحوها ويطوروا فيها ويدخلوا لها مواد تخليها خصبة علشان يقدروا ان هم يزرعوها. تالت حاجة، بناء السدود على الأنهار وعلى مجاري السيول. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بنوا سدود علشان تحجز المياه وقت الفيضان ونقدر نستفيد بيها ونستغلها في وقت الجفاف. كمان عملوا حاجة اسمها تشييد مقاييس على النيل. طب ليه تشييد مقاييس يا ميس على النيل؟ علشان يحددوا قيمة الضرائب اللي المفروض هتدفع، لأن كل أرض زراعية كان بيبقى عليها ضرائب على حسب الأرض ديت قد إيه يا ولاد، سواء كبيرة أو صغيرة بيدفعوا قيمة ضرائب. كمان بدأوا إن هم يهتموا بالتعليم الزراعي. ازاي يا ميس يهتموا بالتعليم الزراعي؟ هقولك ازاي. ان هم انشأوا مدارس زراعية. يعني ايه مدارس زراعية؟ يعني مدارس بتهتم بالمجال الزراعي. يعني زي وقتنا دلوقتي عندنا مدارس اللي هي الثانوي الصناعي والثانوي الزراعي. الثانوي الصناعي بيهتم بمجال الصناعة والتكنولوجيا وتطورهم. المجال الزراعي اللي بيهتم طبعا بكل حاجة خاصة بمجالات الزراعة. ألفوا الكتب في مجال الزراعة. جميل جدا الكلام ده. يعني هم كمان طبعا احنا عارفين ان القدماء كان فيهم مؤلفين، وكان فيهم في عصر الدولة الإسلامية برضو كانوا بيألفوا كتب. كمان ألفوا في مجال الزراعة علشان برضو يفيدوا الدول اللي هتيجي بعدهم، ويفيدوا الأمم اللي هتيجي بعدهم في مجال الزراعة. يبقى
عملوا ايه في الزراعة؟ نراجع سريعا مع بعض. لما يقول لي دلل ان استطاع المسلمين النهوض بالزراعة، هقول له شق الترع وحفر القنوات وإنشاء الجسور، استصلاح الأراضي وزراعتها، بناء السدود على الأنهار، تشييد مقاييس النيل عشان طبعا يحدد قيمة الضرائب، الاهتمام بالتعليم الزراعي حيث إنشاء المدارس الزراعية، وألفوا كتب في مجال الزراعة. طيب لما بص بقى المحاصيل اللي كانوا بيزرعوها يا ولاد ايه، هلاقي ان في التمر وفي الزيتون، القطن والكتان، القمح والذرة، الأرز، الخضروات والفواكه. يعني ما كانوش سايبين أي حاجة مش بتتزرع. هم زرعوا الزيوت، زرعوا القطن والكتان يعني بيطلعوا منه أقمشة مختلفة، زرعوا الأرز وزرعوا الذرة والقمح اللي بيطلعوا منهم الدقيق، والخضروات والفاكهة طبعا بجميع أشكالها. طيب ايه هي الحيوانات اللي كانت بتتربى في الدولة الإسلامية؟ لو بص الاقي الحيوانات مكتوب عندي ايه. عندنا كانوا أغنام بيرعوها، وكان في أبقار، وكان في خيل، الخيل اللي هي الأحصنة، والحمير علشان طبعا كانت بتخدم الريف، والدواجن اللي هي طبعا الفراخ، والإبل دي برضو كانت من اللي بيربوها زي الجمال يعني يا ولاد. كما اهتموا بتربية النحل، كمان اهتموا بتربية النحل، يعني ما سابوش اي حاجة يستطيعوا ان هم يربوها وما استخدموهاش. طبعا كان المسلمين الفضل كبير على اوروبا في ان هي صدرت زراعات او في الزراعة. ايه الدليل على الكلام دوت؟ هنقوله حيث كان لهم الفضل في تصدير أو نقل الكثير من المحاصيل الزراعية والفاكهة. يعني كانت مصر كمان والمسلمين بيصدروا لأوروبا عن طريق بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا دلوقتي في مجالات الزراعة، لأنهم كانوا بيصدروا لهم الكثير من المحاصيل الزراعية والفاكهة. والسؤال ده برضو عندي مهم. تمام كده. لما اجي هنا بقى يا ولاد للصناعة، احنا اتكلمنا عن الزراعة بشرح وافي. هقول ان المسلمين طبعا برعوا في كثير من الصناعات، وكمان بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. يعني كان عندهم تقدم علمي، وكان عندهم علوم جديدة بكل مجالات الصناعة، وكمان كان عندهم وفرة في المواد الخام. طب ايه اشهر الصناعات يا ولاد اللي كانت موجودة في الدول الإسلامية؟ كانت صناعة المنسوجات القطنية والحريرية والصوفية والكتانية. يعني كانوا بيصنعوا منسوجات من القطن ومن الحرير ومن الصوف ومن الكتان. كمان الصناعات الخشبية كالأساس والسفن، كانوا بيصنعوا صناعات خشبية، صنعوا منها أساس وصنعوا منها سفن. الصناعات الفخارية والخزفية اللي هي طبعا زينوا بيها بالزخارف والنقوش الإسلامية، كانوا بيزينوها وكانت بتبقى شكلها جميل جدا، وكانوا بيصدروا كمان منها. صناعة العطور وصناعة السكر وطحن الحبوب، كانوا بيصنعوا برضو السكر طبعا من البنجر ومن القصب، وطحنوا الحبوب علشان يصنعوا منها دقيق. صناعة أدوات الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، بدأوا إن هم يصنعوا كمان أدوات زينة للنساء ويتزينوا بيها، زي طبعا اللي كانت بتتصنع من الذهب ومن الفضة، وكان في أحجار كريمة كمان برضو كانت سعرها عالي جدا. صناعة ورق الكتابة اللي طبعا اتنقل للمسلمين من خلال الصين، واتنقل لكل الدول الإسلامية وكمان منها دول أوروبا. يعني احنا عرفناه من خلال الصين ونقلناه إلى الدول الإسلامية ومنها إلى دول أوروبا. طيب دي كده بالنسبة للصناعة. يعني لو نبص يا ولاد نلاقي ان هم صنعوا منسوجات، صنعوا اخشاب، صنعوا فخار وخزف، صنعوا سكر، وصنعوا عطور وادوات زينة وورق كتابة. يعني المصريين او المسلمين ما خلوش اي مجال في مجالات الصناعة ما طوروش فيه وما قدروش ان هم يوصلوا له. طيب لما بص للتجارة عندي، حصل فيها ازدهار الصناعة والتجارة. لما بص لأسباب التجارة وازدهارها ايه، طبعا انا عندي مجالات كتيرة في الصناعة، يبقى هيبقى عندي ازدهار فين يا ولاد؟ على طول هيبقى عندي ازدهار في مجال التجارة. طيب بسبب ايه ازدهار التجارة؟ بسبب ان الزراعة فيها ازدهار هي ومجال الصناعة، لما عملنا شق ترع وحفر قنوات وانشاء جسور وكمان تعليم صناعي وزراعي، كل ده اتطور عندي في مجال الزراعة والصناعة، وبالتالي هيزدهر عندي مجال التجارة. كمان انتشار الأمن والأمان، ما كانش فيه وقتها لا حروب ولا
اي اعداء بيهاجموا المسلمين وقتها، فكان في امن وامان. وكمان استصلاح الطرق التجارية وتوفير الخانات على الطرق وإقامة الأسواق. لو نفتكر يا ولاد مع بعض مين اللي عمل الخانات على الطرق بتاعة المسافرين، كان الخليفة عمر بن عبد العزيز، هو أول حد عمل الخانات على الطرق علشان استراحة المسافرين. فبدأوا ان هم برضو اسباب ازدهار التجارة ان هي الطرق كانت التجارية متوفرة وصالحة للسفر، وكمان في خانات على الطرق لاستراحة المسافرين، وكمان في اقامة اسواق. كمان ايه يا ولاد؟ عندي بناء الاساطيل البحرية والتجارية، يعني بدأت ان يبقى في اساطيل بحرية تسافر اي صناعات او اي محاصيل زراعية محتاجين ان احنا نصدرها لاي دولة بره. بقت ايه؟ عندنا اساطيل بحرية تقدر ان هي تحمل المواد التجارية. كمان في وجود مراكز تجارية مهمة. فين يا ولاد المراكز ديت؟ عندي كان في مراكز في بغداد في العراق، وكان عندي مراكز في القدس في فلسطين، وطبعا القاهرة والاسكندرية في مصر، وطرابلس في ليبيا، ودمشق في سوريا، وطبعا غيرهم من المدن والعواصم الأخرى. يبقى لما يقول لي أسباب ازدهار التجارة ايه؟ هقول له أول حاجة ازدهار الصناعة والزراعة، خلى عندي ازدهار في التجارة. كمان انتشار الأمن والأمان، استصلاح الطرق التجارية وتوفير الخانات على الطرق وإقامة الأسواق، بناء أساطيل بحرية وتجارية. كمان وجود مراكز تجارية مهمة، وهقول له مركز أو 2 من اللي موجودين عندي. طيب أخلاق التجار بقى المسلمين كانت عبارة عن إيه يا ولاد؟ وهل ساعدت في إن الإسلام ينتشر في دول العالم الأخرى؟ طبعا بفضل طبعا أخلاق المسلمين التجار بدأ إن هو ينتشر الإسلام في كثير من دول العالم. طب إيه الدليل على الكلام دوت؟ طبعا في دليل، حيث كانوا طبعا متمسكين بمبادئ الإسلام السمحة في البيع والشراء. يعني كانوا التجار المسلمين متمسكين بالبيع بروح سمحة، وكانوا في سماحة في البيع والشراء، وكانوا الموازين ما كانش فيها غش ولا حاجة، وكانت البيع بطرق كويسة جدا. فبالتالي حببوا الناس الأخرى في أخلاق الإسلام، وعرفوهم مبادئ الإسلام بتاعتنا إيه. كمان كانوا بيتحلوا بالصدق والأمانة، يعني كان عندهم صدق وأمانة في البيع والشراء مع الأشخاص اللي هم خارج كمان دين الإسلام. فبالتالي عرفوهم بأخلاقنا وعرفوهم بصفات الدين الإسلامي، فكانوا حابين إن هم يدخلوا كمان في الإسلام، ومن هنا انتشر دين الإسلام في دول كتيرة. بفضل مين؟ بفضل أخلاق التجار المسلمين. طيب كمان براعة التجار المسلمين في ركوب البحر. عندي بقوا بارعين في ركوب البحر، وان هم يتاجروا بيه الصناعات بتاعتهم والمحاصيل لدول أخرى. حملت السفن بتاعت المسلمين إلى أقاصي آسيا وأفريقيا، يعني بدأوا إن هم يصدروا الحاجات بتاعتهم لفين يا ولاد؟ لآسيا وأفريقيا. طب هيصدروا ايه يا ترى؟ هيصدروا منسوجات، وهيصدروا سكر وأواني، طبعا أواني فخارية وخزفية زي ما كانوا بيصنعوها، وكمان هيبقى تصدير عطور وقطن، يعني كل الحاجات اللي كانوا بيصنعوها كانوا بيصدروا منها. طيب هل كانوا بيستوردوا؟ طبعا كانوا بيستوردوا برضو بعض الحاجات اللي مش موجودة عندهم. طيب كانوا بيستوردوا منين؟ برضو من أقاصي آسيا وأفريقيا. يعني كانت السفن بتروح محملة ببضائع من الصناعات اللي بتتصنع في مصر، وترجع برضو محملة أيضا ببضائع كانت بيحتاجوها في مصر ولكن مش بتصنعها. زي ايه؟ زي التوابل، وزي الحرير والأبانوس والكافور والعاج. كل الحاجات ديت ما كانتش بتبقى موجودة في مصر، لكن كانوا بيستوردوها من آسيا ومن أفريقيا، بالإضافة طبعا إلى رحلاتهم التجارية إلى أوروبا. طيب دلوقتي احنا عرفنا التجارة وعرفنا الصناعة وعرفنا كل الحاجات دي. طب هل كانوا بيتاجروا بإيه يا ولاد؟ حد يعرف؟ أو كان بيتعاملوا إزاي في التجارة؟ كان بيبقى طبعا في نقود في الدولة الإسلامية. طيب النقود ديت كانت عبارة عن إيه؟ هنعرف مع بعض. كانت في نقود قبل الإسلام، وفي عهد الخليفة وعهد النبي، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعهد الخليفة عبد الملك بن مروان، يعني في الدولة الأموية. يعني عندي
اختلاف في النقود. طيب كان العرب قبل الإسلام كانوا بيتعاملوا بإيه؟ بيتاجروا إزاي وبيتعاملوا بإيه؟ بيتعاملوا بالدرهم وهو مصنوع من الفضة، ودي كانت عملة فارسية. طيب وكانت برضو موجود عندهم الدينار، وده كان مصنوع من الذهب. يعني الدرهم مصنوع من الفضة ودي كانت عملة فارسية. الدينار يا ولاد كان مصنوع من الذهب، وده كان أغلى شوية من الدرهم، وكانت عملة رومانية في الأساس. طيب بعد ما دخل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، استمرت طبعا التعامل بنفس العملات ديت اللي هي الدرهم اللي من الفضة والدينار اللي من الذهب. وبدأ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام يتعاملوا برضو بيه. طيب لما نبص في عهد بقى الخليفة عمر بن الخطاب، لما نبص لعهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمل ايه يا ولاد؟ عمل حاجة جديدة شوية، وهي دار لسك العملة. يعني ايه دار لسك العملة؟ يعني دار او مكان زي بيت المالية زي ما كنا بنقوله، بس بيصنع ايه؟ بيصنع العملة. العملة انه بقى يا ولاد؟ هل الفارسية ولا الرومانية؟ طبعا العملة الفارسية، اللي هي ايه يا ولاد؟ لو نفتكر مع بعض اللي هي الدرهم. بس كان مكتوب عليها ايه؟ كان مكتوب عليها عبارات إسلامية زي لا إله إلا الله وحده. دي كان عمر بن الخطاب هو اللي أوصى إن هي يتكتب عليها عبارة لا إله إلا الله وحده. على إيه؟ على الدرهم. طيب في عهد الخليفة بقى عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، هل فضلت العملة زي ما هي ولا رجعوا يتعاملوا تاني بالدينار اللي من الذهب والدرهم؟ لا طبعا هي فضلت العملة، بس عمل حاجة برضو بسيطة تعديل على سك العملة اللي عملها مين؟ عمر بن الخطاب. عمل حاجة اسمها تعريب العملة، وسك أول عملة عربية إسلامية. يعني ايه يا ولاد الكلام دوت؟ يعني كان بيعمل برضو دنانير من الذهب ودراهم من الفضة، وبرضو عليها عبارات إسلامية برضو، وكانت باللغة العربية. يبقى كده عرفنا تطور النقود. كان قبل الإسلام في درهم من فضة ودينار من ذهب. بعد كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة أبو بكر الصديق استمر برضو التعامل بنفس العملات. لكن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سكلنا أول دار للعملة وعمل عليها لا إله إلا الله وحده. وكانت بإيه؟ كانت بالعملة اللي هي الدرهم المصنوعة من الفضة. طيب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان عمل تعريب للعملة، يعني خلاها باللغة العربية وبرضو عليها عبارات إسلامية، وكانت من الدنانير والذهب، وكانت الدراهم من الفضة. طيب في العصر الحالي بقى، هل العملات دي موجودة دلوقتي يا ولاد؟ لا طبعا مش موجودة يا ميس. ليه بقى؟ لأن أصبح لكل دولة عملتها الخاصة، وتعددت طبعا العملات يا ولاد. زي ما احنا عارفين في دولار، وفي دولار استرليني، وفي دينار، وفي جنيه مصري، وفي جنيه سعودي، جنيه سوداني. يعني في عملات كتيرة، والليبي. كل دولة من الدول يا ولاد ليها عملة خاصة بيها، وليها طبعا سعر خاص بيها. طيب لما بنبص بقى للسياسة الاقتصادية للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز اللي كنا بنتكلم عنه، وقلنا ان هو عمل ايه؟ نفتكر مع بعض. عمل الخيانات على الطرق. برافو عليكم. طيب عمل الخليفة الأموي بقى عمر بن عبد العزيز عمل ايه يا ولاد؟ عمل على تحقيق الاستقرار والأمن في الدولة الأموية. يعني يبقى الأمن والاستقرار في الدولة، علشان ما يبقاش فيه أي حروب أو يخسروا أي خسائر من الدولة. طيب ورأى ان ذلك لن يتحقق الا من خلال ايه؟ تحسين الاوضاع الاقتصادية. انا حسنت الاقتصاد بتاعي، فهقدر اصرف على الجنود، وهقدر اصرف على شتى المجالات اللي في الدولة، وهقدر اقوي اقتصاد دولتي محدش يقدر يجي يحتلها. طيب من خلال ايه بقى؟ ان هو قلل الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع. يعني ايه قلل الفوارق الاجتماعية؟ يعني ما بقاش في فرق بين طبقة والتانية كبير جدا زي ما كان الأول. يعني ما يبقاش في حد غني جدا وحد فقير خالص مش لاقي أي حاجة أو أي دخل ليه. بقى في فوارق بسيطة جدا بين الطبقات وبين بعضها. طيب من خلال ايه بقى؟ عمل ايه؟ نشر العدل في البلاد. بدأ ان هو ينشر العدل في البلاد والمساواة طبعا بين كل أفراد المجتمع. كمان ترشيد نفقات القطاع العام والخاص. بدأ ان هو يقلل
النفقات بتاعة القطاع الخاص والقطاع العام علشان يقلل النفقات اللي بتنفق على الدولة، ويبقى في مالية داخل الدولة أقدر إن أنا أستفيد بيها في حاجات أخرى. إعادة الأموال التي أخذت من أصحابها ظلما، هيعيد الأموال اللي اتخذت من أصحابها وكانت طبعا ظلم، ما كانش ليهم حق إن هم ياخدوها. التخطيط لتوسيع موارد الدولة، بدأ إن هو يخطط علشان يوسع موارد الدولة ويوسع النفقات اللي هتدخل في الدولة. كمان اختيار الولاة وموظفي الدولة ممن يتسمون بالصلاح والعدل. يعني ايه؟ يعني لما كان بيختار الولاة وموظفين في الدولة كان بيختارهم بيتسموا بالصلاح والعدل، يعني اخلاقهم كويسة وعندهم عدالة بين الناس علشان يقدروا يساعدوه في اصلاح وبناء الدولة واصلاحها الاقتصادي. كمان بدأ ان هو يحارب الرشوة والفساد، بدأ يحارب الرشوة والفساد، ما بقاش فيه حد بياخد رشوة علشان يخلص مهمة ما، او حد بيفسد مثلا في مكان معين، يكون مثلا والي او قاضي او ايا كان موظف ليه شأنه في الدولة، ما يقدرش ان هو ياخد حاجة مش من صلاحياته. كمان أصبح المال في العام الثاني من حكمه في متناول جميع طبقات المجتمع. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني تاني سنة كان متولي فيها الحكم أو الخلافة بدأ إن هو المال يكون في متناول جميع طبقات المجتمع، يعني الفقير معاه فلوس والغني معاه فلوس والأغنى معاه فلوس، يعني كل طبقات المجتمع تقدر إن هي تشتري اللي هي عايزاه، تقدر إن هي تكفي احتياجاتها، تقدر إن هي تصرف في كافة شؤونها. تمام كده يا ولاد؟ فحقق بذلك ايه؟ الاستقرار في كافة المستويات، يعني الفقير بقى عنده استقرار والغني بقى عنده استقرار والطبقة الوسطى بقى فيها استقرار، طبقة القضاة والولاة بقى فيهم استقرار، ما بقاش في حد بينافس حد على حاجة. تمام كده؟ وبكده يبقى خلصنا درسنا النهاردة. هو الدرس طويل شوية لكن مهم جدا، وفي حاجات كتيرة نقاطها صغيرة لكن مهمة جدا يا ولاد. اتمنى تكونوا فهمتوا كويس، ولو في اي حاجة ابعتولي في التعليقات هرد عليكم على طول. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا الفيديو لاصحابكم علشان كله يستفيد منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.